شباب كيخرب الممتلكات العامة والبوليس كيتيري بالرصاص الحي على ولاد بلادو. خاص ملكنا يتدخل. تاش تما المغاربة غير عاد وجميع انحاء المملكة تظاهرات بالالاف، والسبب ضعف التعليم، الصحة والرشوة. في الاول بدات سلمية ومعقولة، ولكن تجاوزات من الشرطة بالاعتقالات الغير مفهومة والضرب بدون سبب جهلت الناس، وكونت لنا عصابات كنعيطوا لهم بلاك بلوكس ولا ياجوج وماجوج. ناس ملتمين هدفهم تخريب الممتلكات العامة، ما خلاو ديور، ما خلاو طوموبيلات، صيدليات، متاجر ولا بنوك. والبارح وقع الذي لا يحمد عقباه. شباب في سن الزهور غيحرقوا الطوموبيله ديال الدرك، ولكن الحقد والغل اللي فيهم ما بردش، بغاو يهجموا على مقر الدرك. في الاول الدرك بدا تيضرب القرطاس في السماء، وفي التالي منين الولاد كملوا في الهجوم ديالهم تيرا فيهم وخلاهم غارقين في دماياتهم. كاين اللي تيقول لك ما كاين والو من هادشي، كانوا تيحتاجوا تيرا فيهم عادي. راه خليت لكم الفيديوهات في البايو، نتوما حكموا بعينيكم. مع هاد المشاكل والتصعيدات كلها غياب تام للحكومه، لذلك كنطالبوا بتدخل جلاله الملك محمد السادس نصره الله قبل فوات الاوان. الامور بدات كتخرج على السيطره، ولا الشعب، المواطن الفقير ولا العادي ضد الشعب، الشرطه ورجال الامن. بغينا نقادوا بلادنا ونطوروها، ولكن بدون فتنه، حيت بهاد التصرفات غنرجعوها اللور. نتمنى محاسبه الشفاره وناهبي الاموال العام. وعاشت المملكه المغربيه الشريفه، وعاش الملك. اللهم اجعل بلدنا امن واحفظه من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله.